السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ شيوات زينب مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم ميني بيتزا بعجينة اللي ناجحة 100% وقطنية وكتجي رائعة بزاف. غادي نعطيها لكم بالعبار، وكذلك غنشارك معكم الفخوماج اللي كنستعمل في البيتزا اللي كيجي بنين وميمطو كيجي معلك. فتابعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا معايا المكونات والطريقه، وما تنسونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك فيها باش توصلوا بكل جديد على القناه. وبلا ما نطول عليكم اكثر نبداو مباشره في المكونات وطريقه التحضير. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا في ان بول كنحتاجوا 2 كؤوس ديال الماء دافي، كنزيدوا ليه ملعقه كبيره ديال الخميره فوريه وكاس ديال الدقيق الفينو او السميد الناعم، وكنميكسيو كلشي بالميكسور او في الخلاط الكهربائي حتى كيتخلط لينا هاد الفينو مع الخميره وكيتفاعلوا لينا جيدا كيوليو بحال البغرير. صافي وكنزيد 4 كاس ديال زيت الزيتون وملعقه صغيره ديال الملح، وهنا عندي تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال الزعتر اللي كنحكو هكا بين يديا، كيعطي واحد المذاق واحد النسمه زوينه للبيتزا. من بعد كنضيف 2 معالق كبار ديال الحليب مجفف او الحليب بودره صافي، وكنحرك كلشي مزيان حتى كيندمجوا ليا هاد العناصر. من بعد كنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق غنعطيه لكم بالعبار، كنحتاج 4 ديال الكؤوس ديال العنبه عبار، يعني ما تزيدوش عليهم وما ديروش اقل باش كتجيكم العجين هي هذيك صافي. وكنجمع العجينه ديالي هكا كنجمعوها بشي ملعقه او بيدينا. بالنسبه لهاد العجين راه ما نحتاجوش اننا ندلكوها يعني، وكتجي لاباط ديال البيتزا كتجي ناجحه 100% وكتجي قطنيه وزوينه. نتوما غادي تشوفوا معايا صافي كنجمعوا العجينه ديالنا. العجين يعني كتكون كتلتصق في اليدين كيف ما موضح لكم صافي. من بعد كندير لها هكا واحد شويه ديال زيت الزيتون، وكنحاول ندخل فيها هاد الزيت اللي ضفت بحال هكا، ما كندلكها ما والو، كندخل فيها هاد الزيت صافي وغادي نجمعها. يعني العجين كتكون رطبه بهذا الشكل هذا. غنغطيها هكا بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح، وغنزيد عليها هكا شي منديل حتى دابا الجو بارد، ونخليها تقريبا حتى كتخمر المره الاولى وكنرجع ليها وكنبقى ندير هاد العمليه. بالنسبه لهاد العمليه كنديرها حتى ل3 المرات، يعني هاد العجين كنخمروها 3 المرات باش كتجينا اسفنجيه وكتجي يعني قطنيه وفي هذوك الفقاعات. هاد العمليه كنكروها 3 المرات، يعني كنبقاو كنرجعوا ليها وكنضربوا العجينه بحال هكا صافي، وكنغطيوها وكنعاودوا نرجعوا ليها حتى نكملوا 3 المرات صافي. من بعد ما كنكمل هادوك 3 المرات شوفوا معايا العجين كيفاش كتجي يعني، وما كنحتاجوش اننا ندلكوها مباشره، كنحطوها هكا فوق سطح العمل وكنقسمها هكا على 2 صافي وكنشكلها هكا كويرات. وبالنسبه لهاد العجين حاولوا تعجنوها شويه بكري، مثلا غير تنوضوا في الصباح عجنوها هكا باش كتخمر على خاطرها، وكتبقاو يعني فيما كدوروا كتضربوا هكا بين يديكم. يعني هاد الطريقه كتغنيكم على الدليك وما كتحتاجوش انكم تدلكوها، وكتجيكم يعني العجينه ديالكم ناجحه 100% وكتجي رطبه وقطنيه وفي هذوك الفقاعات صافي. كيف ما كتلاحظوا معايا كنستمر هكا كنشكل هاد العجينه ديالي بالمساعده ديال الدقيق، وكنخليهم يرتاحوا شويه، كنغطيهم هكا بالبلاستيك الغذائي باش كيساعدوني ملي كنبغي نطلقهم ودغيا كيطلقوا معايا صافي. مباشره من بعد ما كيرتاحوا كنبدا هكا كنطلقها هكا في الاول بيديا بالمساعده ديال الدقيق صافي. كنبقى نقرصها وكنزيد نطلقها بالمدلك، يا اما على شكل دائري او على شكل مربع اللي كتفضلوا. بالنسبه للسمك ديالها حاولوا ما ترقوهاش بزاف، وفي نفس الوقت ما تخلوهاش غليظه، خلوها بهذا السمك كيف ما موضح لكم صافي. من بعد كتاخذوا هكا شي قطعه اللي عندكم هكا دائريه وكتقطعوا البيتزا ديالكم بهذه الطريقه صافي، دوره او 2 دورات. ما تبقاوش تدوروا بزاف باش ما كتديفورماش لكم البيتزا ديالكم صافي. حتى كنشكل الميني بيتزا ديالي كاملين وكنحيد هاد العجينه كنديرها هكا في شي بلاستيكه حتى كنسالي، وكنعاود نجمع دوك الاطراف كاملين اللي كيبقاو ليا وكنعاود نجمعهم هكا في كره وكنزيد نطلقها وكنشكل هكا العجينه ديالي بنفس الطريقه صافي. مباشره من بعد كنديرهم هكا في اللاطه اللي مفرشه بورق المطبخ او مدهونه هكا بشويه ديال الزيت، وكنتكم هكا بفورشيط او بشي كوردون صافي. مباشره كندخلو الفرن اللي سخون مزيان على 200 درجه، النار من الاسفل حتى كيشدوا في روسهم صافي، وكنشعلوا عليهم من الاعلى غير كيتشمعوا
وكنطفيو عليهم النار وكنخرجوهم من الفرن هكذا باش ما كتنشفش لينا لاباط ديالنا وكتقصح. حاولوا ما تخلوهاش بزاف في الفرن. شوفوا معايا النتيجه كيفاش كتجي لاباط، ما كتجي غليظه ما كتجي رقيقه، كتجي هي هذيك واسفنجيه ورطبه ورائعه. بالنسبه للفرomاج اللي كنستعمل هاد التشيز ديال غاستروميكس، كيكون مخلط ما بين الموتزاريلا والفرomاج حمر إدام، كيجمع ما بين المذاق و ميم طون التعليكه وكيجي رائع. حتى الفرomاج حمر كيكون غالي، يعني بالنسبه اللي كيجيهم غالي هذا احسن، كيكون مخلط وزوين، يعني فيه البنه والتعليكه في نفس الوقت. صافي مباشره كنعمر هكا البيتزا ديالي، كندير لاصوص. بالنسبه لهاد لاصوص راه ديجا حضرتها معكم، راه حاطه الفيديو هكا في الشورت، راه غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. صافي مباشره كندير هكا الطون، كديروا الطون او الكفته او الدجاج، يعني العماره كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا درت الطون. صافي من بعد ما كندير هكا الطون في البيتزا ديالي، كندير هكا الفخوماج اللي شفتو معايا. من بعد ما حكيتو كديروا هكا كميه في كل وحده. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى نعمر هكا البيتزا ديالي كامله. من بعد كندير هكا واحد الدوره ديال الفلفله اللي كتكون مقطعه رقيقه خضراء هكاك، ما نحتاجو لا نشحروها لا والو، غير قطعوها رقيقه راه غادي طيب ليكم. صافي من بعد ما كندير الفلفله كنديرو هكا الزيتون الاسود، هكا زيتونه في الوسط كنزينو بها، وكندخلو البيتزا ديالنا دغاتينا على نار من الاعلى ومن الاسفل حتى كتغاتينا. ما كتخلوهاش يعني بزاف في الفرن باش كتبقى لكم هذيك التعليكه في الفخوماج. شوفوا معايا من بعد ما طابت ليا البيتزا ديالي كيفاش كتجي اكثر من رائعه وبنينه. وهذا الفخوماج اللي وريتكم كيعطي واحد اللذه وواحد المذاق واعر، وبعجينه اللي ناجحه 100% بدون دلك وقطنيه ورائعه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. إلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك فيها باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه ورمضان مبارك كريم.